رقة. ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو. إنها أرضي يا أمي. بل هي أرض الله يا بني، وما جرى فيها قضاء الله. هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأذى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد، فقط لا تفرط في نعمة الحياة. فهمتك يا أمي. سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي، ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى. يحميك الله يا بني ويرعاك. هل أبي بخير؟ الحمد لله، لم تفارقه ابتسامة الرضا. ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك. إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض. لا يحزن المؤمن إلا إذا أذنب أو فرط في جنب الله، أما الدنيا فهي زائلة يا بني. يا سيد حوران، أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه. لتواسيه؟ وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله. لديه من الأولاد 10 ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا. يا لها من كارثة مروعة. كيف مات الأولاد 10 في يوم واحد؟ يقولون إن صاعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا. هناك من يقولون إنهم مرضوا بوباء عجيب. اصمتي، إن رحمة قادمة. البقاء لله يا رحمة. نعلم أن المصيبة كبيرة. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله. استرد الحق وديعته، والحمد لله على كل حال. يا له من جبل صامت. عمن تتحدث يا حوران؟ عن نبي الله أيوب، فقد أولاده 10 ودفنهم بيده، ثم نهض إلى صلاته وعبادته. بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب، كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم. ألن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه؟ وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله؟ ما دامت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد. هذا صحيح، الصحة أهم من المال وأهم من الولد. وأيوب قوي موفور الصحة، لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن 70. أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير. صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه. ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا. ليتك تملك نصف قوته وصحته. رحمة؟ أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم، أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا. أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي، والجو شديد البرودة. ربما تعب لهذا السبب. ليس مجرد برد، إنه يتألم بشدة، وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع. اهدئي يا رحمة، لكل داء دواء. ما يخيفني أن جلده يسقط، وكذلك أجزاء من لحمه. إلى هذا الحد؟ يا له من مرض شديد. أيكون معديا؟ لا أدري، ولا يشغلني أن تصيبني العدوى. أنا فداء له. نصيحتي لك أن تكوني على حذر. لا أريد أن أتأخر عليه، ربما احتاجني في شيء. أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب. أرجوكم يا سادة، كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة، وسوف يؤذي القرية بأسرها. تكلم يا سيد حوران، قل شيئا. ربما القوم على حق يا ابنتي، فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم. نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى. عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا. أهذا آخر قول لديكم؟